السلام عليكم. الراية السوداء مرفوعة في الساحل. في الفيديو ده احنا هنعرف يعني ايه الراية السوداء لما تكون مرفوعة، وكمان هنعرف يعني ايه الراية الخضراء والراية الحمراء كمان. ازيك يا عمر؟ الساحل والاسكندرانية طبعا. الساحل يعني ايه؟ كله اسكندرانية على البلاج. ما اسكندريه مش بتاعتنا في الصيف. ماشي. اسكندريه بتاعتنا في الشتاء. ماشي، قول لي بقى. دلوقتي الساحل احنا دلوقتي في الراية السوداء، يعني ايه الراية السوداء؟ ما ينفعش حد ينزل البحر ساعه ساعه سودا وحمرا، ما ينفعش حد ينزل. هي السوداء دي ممكن يبقى البحر عالي يومين ورا بعض مثلا يومين وثلاثه، ممكن اسبوع يبقى عادي. تفضل محطوطه الرايه دي. طب قول لي ايه الرايات معناها ايه؟ يعني الخضراء معناها ايه؟ نزول عادي، الخضراء امان. الحمراء اللي هو يبقى اللي متمرس بس، او اللي بيعرف يعوم. السودا ما ينفعش حد ينزل خالص. ولو حد نزل يعمل ايه؟ اقرار على نفسه. لازم الامن بتاع القريه لازم اقرار. وهي الرايه سودا تمضوه. لازم اقرار على نفسه. سودا او حمراء لازم تكتب اقرار. لازم، ما ينفعش. تمام. طب هو المسؤول. طب هو البحر كده وهو عالي كده هيعلى عن كده كمان. البحر هيعلى عن كده. تبع ايه بقى؟ تبع الايه؟ الريح. الريح اللي بيعلي البحر. الهواء اللي بيعلي البحر، على حسب الهواء. كل ما الهواء بيزيد البحر بيعلى. ايوه. لا انا شايفاه بصراحه البحر جامد جدا. هيعلى عن كده. هيعلى عن كده النهارده. السحب بيبقى في دوامات بتتسحب على الارض. هو البحر المتوسط كله اغلبيته بيبقى كده. بس هو السنه دي عامه يعني البحر في الساحل. البحر في الساحل دايما. عشان خاطر بيبقى في الساحل البحر مفتوح، فبيبقى الهواء بيبقى على الارض. بتبقى دايما غير مفيش صدادات، مفيش لسان، مفيش اي حاجه، مفيش صخور بتسد الموج، فالبحر بيبقى مفتوح. بيبقى خطر. طب شكرا يا عمر. انا قلت لما اسالك بقى عشان الناس تبقى عارفه الرايه دي كل لون معناه ايه تمام. وكنا عايزين نعرف الرايه السوداء دي برضه، دي المهم يعني اللي محدش ينزل الميه، طالما في الرايه حمراء او سوداء. فخلينا في الامان كده، نيجي المصيف كده نتبسط بحاجات كتير، ومش مهم البحر لما يكون كده. ماشي، شكرا يا عمر. نشوف بقى الرايه السوداء يعني ايه. المنظر البحر بيبقى عامل ازاي في الرايه السوداء. بصوا منظر الامواج عامل ازاي. يعني البحر بصراحه الامواج عاليه جدا، تحس ان البحر غضبان كده، والهواء شديد جدا جدا. هو قال لي ان هو تبع شده الرياح، بس البحر عالي قوي قوي عن كل يوم. اول مره اعيش تجربه الرايه السوداء. يعني شفت مثلا رايه حمراء خضراء، لكن اول مره اعيش تجربه ان البحر يبقوا حاطين عليه الرايه السوداء. في ناس نازله الميه، بس دولت طبعا اكيد ممضيينهم على اقرار، مع انهم بصوا هم على الشط يعتبر، ولكن بصوا الامواج عامله فيهم ايه ووصلهم لحد فين. المنظر البحر مختلف عن كل يوم. عموما هو البحر المتوسط كده. البحر الاحمر اهدى منه بكتير قوي. طبعا احنا مش عايزين نضيع يوم من المصيف ولا حاجه، ممكن ان احنا نقعد على الشط هنا يعني برضو نستمتع بميه البحر وكله، بس ما نخاطرش بنفسنا يا جماعه. بصوا الموجه جايه من هناك، بصوا علوها قد ايه. هيبقى مش سباحه، هيبقى ركوب امواج، يعني حاجه خطر جدا. ايه بقى؟ لا غنيها. بتقولي وانت ماشي؟ فريش. ايه ده؟ جندفلي. اسمك ايه؟ ناصر. بتشتغل هنا في الساحل في الصيف؟ انت منين بقى؟ من سوهاج. جندفلي معمول مش ني، ده مطلوب. عدت ساعتين وقلت بقى اروح اصور البحر اوريكم بقى. بصوا الامواج عملت ازاي. خلاص كده مفيش حد في البحر، والبحر بقى عالي جدا جدا زي ما هو قال، والهواء شديد جدا. يا جماعه اي حد هيروح مصيف بلاش ان هو يخاطر لو الرايه السوداء مرفوعه ان هو ينزل الميه او يخلي الاطفال ينزلوا. احنا كده بنروح كاملين، ويا رب نرجع كاملين، مش عايزين مشاكل. وان شاء الله يكون مصيف سعيد على الجميع، وباي باي.